من كم يوم أثار موت أسد ضجة كبيرة جدا في وسائل الإعلام للعالم كله. مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء عالمية مهتمة جدا بالأسد اللي توفى في كينيا في محمية ماساي مارا، اسمه سكارفيس أو أبو ندبة. فسافرنا كينيا ورحنا محمية ماساي مارا عشان نقابل مصطفى البرولوسي، مصري مقيم في المحمية، وهو أشهر مصور عربي للحياة البرية وشاهد عيان على حياة وموت الأسد سكار. حاسة إن عليك رغرغ أنت حقيقي ده. لا احنا يوميها كنا بنعيط بجد. لا انا بجد يعني اليوم كله احنا كان في حاله مش طبيعيه، كله احنا والجايدز والسواقين وكل الناس اللي كانت واقفه. لا الموضوع كان مؤثر قوي، كان خارج سيطرتنا يعني. لا اوكي احنا عشان هنعدي الحته دي. في كرتون لاين كينج كنا بنشوف الأسود الإخوات بيعادوا بعض عشان يبقى واحد بس هو اللي بيسيطر على الغابة وكده. بس اللي سمعته عن سكار إن لا، هو وإخواته كانوا عادي متعاونين وإيد واحدة. إزاي يعني؟ مظبوط، دي حقيقه. دي من التصرفات المميزه شويه او الحاجات الغريبه شويه اللي كانت في حياه سكار. يعني العادي في الأسود الإخوات إن هم يعادوا بعض، بس سكار كان مميز إنه لا، هو وإخواته ما كانوش بيعادوا بعض. هو العادي ان اللي بيقود الزمره او الملك بتاع الزمره بيطرد الذكور الباقيين، سواء كانوا بقى إخواته ولاد عمام مش وخالاته، حتى لو مش ولاده فارقة. هو. حتى لو حتى لو ولاده ولاده هو عند أوكي. عند سن معين بيطردهم. يعني ايه يطرد الذكور؟ يعني تبقى العشيرة بتاعته كلها إناث؟ ازاي بالظبط، يعني؟ او ذكور صغيرين. او ذكور صغيرين. بالظبط. لكن اسكار اخواته كانوا يعني تقريبا الفروقات بينهم سنه. يعني بينه وبين اخوه تاني سنه، بينه وبين اخوه التاني سنه. لكن هو حافظ عليهم. لكن هو اما بقى هو قائد الزمره، اما هو تغلب على ابوهم. اها. هو ابوهم كان بيحاول يطرده وهو تغلب على ابوهم. بيحاول يطرد ابوه. اه. تمام. فهو اما هو اللي فاز عليه وهو اللي قاد الزمره. عادي كده يبقى عاقل ابوه كده ويطرده كده من العشيرة. بالظبط بالظبط بالظبط. طب هو على اساس ايه بيطرد؟ يعني هو بيبقى الاقوى مثلا بدنيا فبيفرض سيطرته؟ بالظبط، هو بيحصل فايت، بيحصل خناق بينهم، واللي بيفوز هو اللي بيقود الزمره. انا شفت صور وفيديوز لسكار، هو اعور واعرج. طب ما هو بالزبط. ما كانش الاقوى اهو، ازاي كان هو هو اما قاد الزمره بتاعته كان اعور، بس ما كانش اعرج ساعتها. اها. العرج ده جاله في 2016، ده بعد فتره من قياده الزمره. وعلى الرغم ان جاله بقى اعرج، فضل برضو قائد للزمرة. فضل قائد. هم يعني هم بعد ما خلى اخواته معاه ففضلوا هم كلهم قاده للزمره. كانوا كلهم مع بعض الاربعه. كلهم كلهم. الاربعه زي بعض بالتساوي. بالظبط. ما استضعفوهوش وقالوا له يلا مع السلامه عشان انت خلاص كده بقيت اضعف بدنيا؟ لا خالص. فاحنا يعني مش متاكدين ان هل دي حاله فريده ولا ممكن تكون اتكررت بس ما حدش تابعها او ما حدش حاطط سبوت عليها. طب وش معنى سكار اللي اتحط عليه سبوت من البدايه وتراقب كده؟ سكار اتحط عليه سبوت من ساعه الاسكار عشان بقى شكله مميز. من ساعه الاسكار؟ من ساعه الندبه اللي جات له في عينه، ان هو بقى اعور. من هنا بدا ان هو بدا يبقى مشهور، بدا يبقى معروف، بدا يبقى مميز عن بقيه الاسود. الشعر بتاعه اللي هي اللبده بتاعته كانت كبيره جدا، لونها مميز، يعني كان له هيبه كده غير بقيه الاسود، حتى غير اخواته نفسهم. يعني انا سمعت حاجات كتير عنه، سمعت عنه ان هو كان قوي جدا، قتل مئات الضباع ومئات الاسود، وكان بيحتفظ بالراس بتاعتهم عشان يبقوا عبره كده لمن يعتبره. عملها ازاي؟ لا للاسف ده كلام مش حقيقي خالص. ده كلام مش حقيقي. لا ده كلام بس ده مش اللي حقيقي. منتشر وموجود هو على السوشيال ميديا. كان اسد قوي طبعا، اكيد قائد زمره لمده 8 سنين، فاكيد يعني حصل خناقات كتير مع ضباع ومع اسود. بس ان احنا نقول ان هو قتل 300 ضبع، قتل 100 اسد، ده كلام
مفيش حد في الدنيا يقدر ياكده، لان مفيش حد كان متابعه 24 ساعه في 24 ساعه. يعني الكلام ده كده، ده كلام حد كلام قاعد بيألف كده. الكلام ده يعني ايه، نوع من التشويق يعني. صحيح فعلا لما مات اتلمت بقى اللبؤات اللي هم الإناث من الأسود حواليه، وقعدوا يصوتوا ويصرخوا أو يعملوا صوت بيدل على حزنهم عليه وعلى وفاته. سكارفيس مات لوحده تماما. سكارفيس كان مطرود من الزمرة بتاعته بقاله تقريبا سنة. اتطرد هو واخواته. وهو واخواته. هو واخواته. طب هو اتطرد مش هقول عشان خاطر أعرج وأعور واستضعفوه في آخر أيام حياته، طب اخواته ليه؟ اخواته، ما هو اخواته برضه كبار يعني عواجيز. هما كانوا عندهم كام سنة؟ يعني هو سكار مات 14 سنة وشهور. حاليا موراني هو اللي لسه عايش، ده الوحيد اللي عايش فيهم. عن 13 سنة وشوية. طب بما ان هو كان يعني اخر ايام حياته كان مرضان وضعيف، طب هو قدر ازاي يقاوم ويعيش وهو المفروض ان الاسد بيعتمد على قوته في ان هو يفترس وياكل بنفسه، يعني ازاي؟ قعد فترة كبيرة كان اخواته هم اللي بيساعدوه في الاكل في الصيد، وده برضو مش حاجة متعارف عليها قوي. يعني مش حاجة متعارف عليها ان اسد يصطاد لاسد تاني. دي تاني حاجة مش متعارف عليها. يعني مش متعارف عليه ان هو اسد يبقى هو واخواته قادة العشيرة. هو بالزبط. كان كده بالظبط. هو يمرض اخواته يساعدوه ويجيبوا له الاكل. بالظبط. بالظبط. واخر يوم، يعني اليوم قبل ما يموت على طول، سبحان الله. اليوم قبل ما يموت على طول اتصور وهو بياكل مع اسود من زمرة تانية. ده دليل ان هو كان محبوب بقى من يعني من الزمرات الاخرى، من يعني القبائل في الاخرى. اسود تانية ومعروف عنهم كمان ان هم يعني اجريسيف شويه، يعني ما بيحبوش الاسود الغريبه، بيتخانقوا يعني على طول. بس متصور قبل ما يموت بيوم وهم يعني سابوه ياكل معاهم، كانوا صايدين فرس نهر وسابوه ياكل معاهم. هو صحيح سكار مات في نفس المكان اللي اتولد فيه؟ بالظبط، ده مظبوط. ده عرف في الاسود انه يبقى فاكر المكان اللي اتولد فيه ويروح يرجع تاني المكان يموت فيه؟ مش عرف موثق، بس يعني اخر حاجه تم توثيقها او تم تاكيدها بشكل ما ان اخوه برضه اللي مات قريب رجع برضه لنفس المكان ومات فيه. ممكن يكون ده خاص بالعيله بتاعته، لان هو عيله مميزه من الاول اصلا. هنرجع برضه نقول مترابطه ومتواثقه كده. انه مش كل الاسود اللي موجوده عليها السبوت اللي على سكار واخواته. اوكي. فعشان كده الناس عارفه هو اتولد فين، وعارفه وبتتابع حركته كل يوم، فعارفه هو بيتحرك رايح فين. يعني ممكن الحالات دي تكون حصلت مع اسود تانية بس محدش وثقها. بس هي كانت حاجه مميزه برضو في العموم. اتدفن ازاي بقى، بما انه هو شخصيه اسد ملهم كده للعالم كله؟ دفنوه في الارض. هو في العادي ما فيش دفن، يعني في العادي اي حيوان مات خلاص ما حدش له دعوه، تسيبه يتحلل ما حدش له دعوه. لكن ده اكراما لحياته الجميله وروحه الحلوه دفنوه في نفس المكان اللي مات فيه. الناس اهل المكان دفنوه. المحميه نفسها، إدارة المحمية نفسها دفنوه في نفس المكان اللي مات فيه. تقول إيه لسكار؟ أقول ليه لسكار؟ وحشني والله جدا. لا سكار لحد آخر لحظة كان في أنا حاسة إن عينيك رغرغت حقيقي. لا إحنا يوميها كنا بنعيط بجد. لا أنا بجد يعني اليوم كله إحنا كان في حالة مش طبيعية، كله إحنا والجايدز والسواقين وكل الناس اللي كانت واقفة. لا الموضوع كان مؤثر قوي، كان خارج سيطرتنا يعني، خصوصا إن هو قام وقف كده ثانيتين قبل ما يقع يعني. زي اللي هو نظرة أخيرة بص لنا كده، صحوة الموت. وداع لحظة. لحد اللحظة ديت يعني احنا كلنا الناس كلها قاعدة في العربيات بتشوفه. أول ما قام الناس كلها خافت، يعني هو لسه هو بيموت بس لسه الرهبة بتاعته موجودة. أول ما رفع دماغه بص للناس كل الناس خافت، كله يعني رجع لورا. فاسكار كان حاجة مميزة، وبعدين كان يعني شخصية احنا الناس اللي عايشين هنا دي كانت حاجة عايشة معانا كل يوم. يعني مش بنشوف كل يوم بس على الأقل في أخبار ليه كل يوم، بنقعد نتكلم عليه كل يوم. شخصية في وسط شخصية عايشة معانا، شخصية عايشة معانا، فكان حد مهم في حياتنا يعني.